الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الكاميرات لما نزلت السوق وبقت في ايد الناس العادية. بس التطور ما وقفش هنا. في أول القرن العشرين الكاميرات بدأت تتغير شكلها، حجمها، وكمان بطريقتها، وفي نفس الوقت التصوير بدأ ياخد شكل فني أكتر وأكتر. تعالوا نشوف الرحلة دي كانت عاملة ازاي. الكاميرات زمان كانت شبه الدولاب، كبيرة تقيلة، وكان لازم توقفها على ستاند علشان تعرف تصور، وتقف دقيقة كاملة علشان تقدر تاخد الصورة. لكن في بداية القرن العشرين الشركات بدأت تصغر الحجم، وبقى في كاميرات محمولة. تحديدا سنة 1925 عملوا كاميرا جديدة من لايكا. دي كانت أول كاميرا صغيرة تستخدم فيلم 35 مللي. الاختراع ده غير كل حاجة، بقى ممكن تصور في الشارع، في السفر، في كل لحظة. وده اللي فتح باب التصوير الصحفي والفوتوجرانيزم. بعد كده الناس بدأت تسأل، طيب ما الكاميرا دي بتصور صورة، ليه ما تصورش صور كتير ورا بعض؟ ومن هنا جت فكرة تصوير الحركة. وفي أواخر القرن ال19 بدأوا يخترعوا أجهزة تصور مشهد كامل، زي جهاز الكينتوسكوب اللي عمله إديسون. وبعدها ظهرت أول كاميرات سينما حقيقية، يعني الكاميرا بدأت تمسك اللحظة وبعدين تحركها. التطور موقفش، الشركات بدأت تدخل عدسات بفتحات مختلفة وتقنيات زي المراية الداخلية اللي بتعكس الصورة في الفيو فايندر، وده اللي خلق نوع جديد اسمه كاميرات ال SLR. والتطور كمل بعد كده لكاميرات ال DSLR اللي بنستخدمها لحد وقتنا هذا. وفي كل مرحلة الكاميرات كانت بتصغر، لكن قدرتها على التقاط التفاصيل كانت بتكبر. برضه ما ننساش التحميض. في الفترة دي الناس كانت بتحمض أفلامها بنفسها، وبقوا يعملوا تجارب بالألوان والإضاءة. في مصورين كانوا بيعملوا الدارك روم زي معمل فني، يلعبوا بالإضاءة، يغمقوا جزء من الصورة، يزودوا كونتراست يدوي. يعني الفيلم ما كانش بس كيمياء، كان فن بحد ذاته. في الوقت ده التصوير بقى له مدارس فنية، ناس تقول احنا عايزين الصور زي لوحة، وناس تقول احنا عايزين الصور طبيعية وتلقائية. وده اللي خلى الصورة يبقى ليها روح، مش بس نقل للواقع، لكن كأنها نظرة مختلفة للعالم بس من عيون المصور نفسه. من أول كاميرا ضخمة بيقف وراها ستاند، لحد كاميرا صغيرة بتمسكها في إيدك. التطور ده اللي خلى التصوير يوصل للي احنا شايفينه دلوقتي. الكاميرا بقت أداة للتعبير مش بس للتوصيل، وفي كل مرة نضغط فيها زر التصوير احنا بنكمل الرحلة اللي بدأت من أكتر من 150 سنة. في الحلقة الجاية إن شاء الله هندخل في مرحلة جديدة خالص، لما الصور بدأت تتحرك وتتحول لأول مشهد سينمائي في التاريخ. سلام.